ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير مع حلقة جديدة وقصص جديدة من قصص المتابعين. والقصص اللي انا هحكيها النهاردة دي هي اللي بعتوها لي الناس على صفحة الفيس، وبيقولوا ان القصص دي حقيقية وحصلت لهم بالفعل، لكن انا معرفش هل قصص المتابعين دول حقيقية ولا مش حقيقية. انا هحكيها لكم وانتوا تسمعوها وانتوا اللي تحكموا عليها. المهم قبل ما احكي القصص بتاعت النهاردة، ما تنسوش لو ان شاء الله القصص دي عجبتكم او الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولو انتم لسه جداد هنا في القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات وتختاروا تفعيل كل الاشعارات عشان ما فيش اي حلقة من الحلقات الجديدة تفوتكم، وتشوفوا الحلقات في ميعادها اول باول. ولو انتوا حابين تعملوا لي متابعة على صفحة الفيس او على حساب التيك توك او على حساب الانستجرام، هتلاقوا لينكات الحسابات دي كلها موجود في وصف الفيديو تحت. ويلا استعدوا وجهزوا علشان نبتدي نحكي اول قصة من القصص. بيقول صاحب القصة الأولى: في منتصف التسعينات كنت أنا وواحد من أصحابي متعودين على السهر بالليل في غرفة حراسة في مزرعة في جنوب سيناء. كنت أنا وأحمد صاحبي كل يوم نسهر في غرفة الحراسة دي، وكانت المزرعة دي من ضمن أملاك عيلة أحمد صاحبي، وكانت المزرعة بعيدة عن منازل القرية. غرفة الحراسة قديمة جدا وبتحوطها أشجار من 3 جهات. الغرفة ما فيهاش أي مصدر تيار كهرباء، كل اللي فيها لمبة جاز صغيرة ودي اللي كنا بنولعها وقت ما بنسهر. مساحة الغرفة 2 في 2 تقريبا، وبتبعد عن مجرى السيل 15 متر. مدخل الأوضة في اتجاه المزرعة وظهرها في اتجاه مجرى السيل. الأوضة مفتوحة على طول وما فيهاش باب. مجرى السيل ده مجرى طبيعي صنعته سيول الأمطار اللي بتيجي من الجبال. عرض المجرى حوالي 3 متر وعمقه 2 متر، والسكان هنا في المنطقة بيستخدموه طريق ليهم. وفي كلب على طول موجود قاعد بالقرب من غرفة الحراسة، وكان أحمد صاحبي بيجيب له كل يوم الأكل بتاعه. وفي يوم على الساعة 11 بالليل كان أحمد صاحبي قاعد سهران معايا كالعادة، ولقيته بيقول لي: معلش أنا لازم أنزل المدينة دلوقتي أجيب العربية من عند الميكانيكي. قلت له: طب خليها الصبح. قال لي: لا، الميكانيك اللي بيصلحها ده بيفضل سهران للفجر شغال، وطول النهار بيفضل نايم وما بيفتحش الورشة إلا بعد العصر، واحنا عندنا محصول لازم نسلمه الصبح بدري. فقال لي: مش هتأخر عليك كتير، هما ساعتين زمن وهجيلك تاني نكمل السهرة بتاعتنا. فقلت له: خلاص ماشي. وعدوا الساعتين واحمد لسه ما جاش، وفي الوقت ده ما كانش لسه الموبايل نزل علشان اتصل بيه اعرف هو فين، لحد ما بقت الساعة 1:30 بالليل وهو لسه ما جاش. ابتديت ساعتها احس بالملل، وقلت انا هستناه نص ساعة كمان، لو ما جاش همشي. في الوقت ده لقيت الكلب جه عند مدخل غرفة الحراسة، وكان الكلب باين عليه انه مرتبك وخايف وعمال يلتفت وراه ويبص لي ويزوم، وكأنه كان عايز يقول لي حاجة. كان عايز يدخل الغرفة لكن ما كانش عنده الجراءة يدخلها وانا قاعد فيها. استغربت من حركات الكلب دي وقلت اكيد في حاجة خوفته، وزادت حركات الكلب بطريقة مريبة، ودخل الغرفة وهو خايف وقعد في زاوية من الزوايا وعينيه بتبص على مدخل الغرفة ومركز عينيه في الظلام اللي بره الغرفة. الصراحة انا كمان قلقت جدا وخفت، وقلت اكيد الكلب ده شايف حاجة انا مش شايفها. وكل مدى الكلب يبقى متوتر وخايف اكتر ويفضل يبص على مدخل الغرفة وبعدين يبص لي ويفضل يزوم ويئن، لحد ما لقيته بيبعد عينيه عن مدخل الغرفة كأنه شايف حاجة مرعبة انا مش شايفها. في اللحظة دي انا وصلت لقمة الرعب وجسمي بقى يترعش من الخوف، وانا متأكد ان في شيء مرعب واقف عند مدخل الغرفة، لكن ما كانش عندي الجراءة ان اولع الكشاف اليدوي اللي معايا واسلط الضوء على مدخل الغرفة. حاولت اقرا قرآن لكن لقيت نفسي مش فاكر ولا اي آية. مسكت اعصابي شوية وقلت اقول الاذان، وبعد ما قلت الاذان ابتديت افتكر الايات اللي انا نسيتها، فقريت سورة الفاتحة واول سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذات، واي ايات انا حافظها في القرآن كنت بقولها، لحد ما بقيت اشعر بالاطمئنان، وحتى الكلب اللي معايا هدي وما بقاش خايف. وبعد كده طلع بره الغرفة وسابني لوحدي ومشي. كانت ساعتها الساعة عدت 2 بالليل ولمبة الجاز كانت خلاص بتشحر وقربت تطفي، واحمد كل ده لسه ما جاش. قلت لا كفاية لحد كده واخد بعضي واروح. طفيت لمبة الجاز وطلعت بره الغرفة، وكانت الدنيا ضلمة لحد السواد، وكانت برضو الدنيا هادية جدا بطريقة مخيفة. ولعت الكشاف اللي معايا عشان اشوف طريقي وانا مروح. في الطبيعي وانا مروح بنزل مجرى السيل
السيل وبمشي فيه لحد ما اوصل للقرية بتاعتنا، لان هو ده الطريق الوحيد اللي مفهوش زرع. اما على الجنبين حوالين مجرى السيل فكل ده عبارة عن مزارع، وانا الصراحة خاف امشي وسط المزارع في وقت متأخر زي ده لوحدي. مشيت شوية في اتجاه مجرى السيل وفجأة حسيت ان المثانة بتاعتي قربت تنفجر وعايز اعمل حمام، بس انا كنت خايف اعمل حمام في المنطقة دي وكنت عايز اروح بسرعة. قلت امسك نفسي واروح، لكن الصراحة انا ما كنتش قادر، كنت على اخري. قبل مجرى السيل كان في شجرة كبيرة، كانت تقريبا الشجرة دي قبل المجرى ب8 متر، فقلت خلاص ابقى اعملها عند الشجرة دي. طفيت الكشاف اللي معايا واتداريت ورا الشجرة وقضيت حاجتي على خير. لسه كنت بقفل زرار البنطلون وكنت خلاص هنور الكشاف بتاعي، فجأة سمعت صوت غريب جاي من بعيد. الصوت كان عامل بالظبط كأنه صوت سلاسل حديد بتتجر على الأرض، كأن حد ماسك سلاسل حديد وبيجرها على الأرض. وكان الصوت ماشي في مجرى السيل وعمال يقرب مني. كان الصوت جاي من الطريق المتفرع من اتجاه المقابر اللي على بعد 200 متر. خفت أولع الكشاف واتسمرت في مكاني من الرعب، ووطيت على الأرض واستخبيت تحت الشجرة. وصوت السلاسل الحديد اللي بتتجر عمال بيزيد. كان الصوت مرعب جدا، وكل ما يقرب عليا يعلى أكتر. وشوية شوية ابتديت أسمع صوت خطوات حصان أو حمار. كنت سامع صوت الحوافر بتاعته وكأنه بيمشي بالخطوة السريعة، وصوت السلاسل الحديد اللي بتتجر على الأرض عمال يعلى. فهمت إن الحيوان ده هو اللي بيجر السلاسل الحديد دي على الأرض، وكان ماشي بالظبط في مجرى السيل. الصراحة كان الفضول هيقتلني وابص اشوف ليه الحيوان ده بيجر سلاسل حديد وماشي في مجرى السيل، بس قلت لا بلاش اجازف وخليني مستخبي احسن. لحد ما بقى الصوت قدام مني، وبعد كده كمل طريقه في مجرى السيل وابتدى الصوت يوطى بالتدريج لحد ما اختفى. نطيت في مجرى السيل وفضلت اجري فيه بسرعة لحد ما اخيرا وصلت القرية ودخلت بيتنا وانا مش مصدق اللي حصل، وعمال اسأل نفسي مليون سؤال. ايه الشيء اللي كان ماشي في مجرى السيل كأنه حصان؟ وايه السلاسل الحديد اللي كان بيجرها وراه؟ طب افرض انا موقفتش علشان اعمل حمام عند الشجرة وكملت طريقي في مجرى السيل، كنت اكيد هقابل الشيء المرعب ده في طريقي. وايه اللي ممكن يجرالي لو انا قابلته؟ وكنت ههرب منه ازاي؟ اقل من دقيقة وقفت اعمل فيها حمام عند الشجرة هي اللي انقذت حياتي. المهم حكيت القصة دي لواحد كبير في عيلتنا، فقال لي ان الشيء ده من الجن، وبتبقى موجودة في الطرق القريبة من المقابر، وبتشبه الحمار لكن جسمها تقريبا في حجم جسم الحصان، وبتسحب وراها سلاسل حديد وبتمشي في طريقها وما بتظهرش إلا للرجالة بس، ولو صدفت في طريقها راجل ماشي لوحده بيختفي من الوجود، ومحدش يعرف ايه اللي بيحصل له، ولا حد يعرف هي بتخطفه ازاي. وبيقول صاحب القصة كل ما افتكر القصة دي جسمي اشعر، ولسه لحد دلوقتي فاكر صوت السلاسل الحديد وهي بترن في وداني. بتقول صاحبة القصة التانية أنا هحكي عن حاجة حصلت لي مرعبة جدا، وكل ما بفتكرها جسمي بيتنفض من الرعب. من فترة سكنت في بيت جديد مع أسرتي واشترينا عفش جديد، وكان البيت ده فيه بدروم كبير جدا تحت الأرض، وحطينا في البدروم ده اللي اتبقى من العفش القديم بتاعنا. وفي يوم كنا بنرتب البيت عشان خطيبي وعيلته معزومين عندنا على العشاء، وفي اليوم ده والدتي ادتني كيس فيه حاجات فايضة من عندها في المطبخ علشان أشيله في البدروم. خدت الكيس منها ونزلت البدروم، وأول ما نزلت تحت سمعت صوت باب البدروم وهو بيتقفل بالراحة من نفسه، فقلت ممكن يكون هوا هو اللي حرك الباب واتجاهلت الموضوع. حطيت الكيس في مكانه ولسه بطلع السلم لقيت راجل غريب واقف على أول درجة من السلم. كانت عينيه واسعة وبيبصلي بشكل مريب، لكن ما كنتش قادر احدد ملامحه كويس لان البدروم كان ضلمة وما كانش فيه غير نور ضعيف هو اللي كان داخل من باب البدروم. لسه كنت هصوت وانده على والدي، لكن لقيت الراجل ده مش موجود ومعرفش اختفى راح فين. قلت ممكن يكون خيال او انا بيتهيألي، ما اديتش اي اهتمام بالموضوع وطلعت اوضتي علشان ارتاح شوية واجهز نفسي لمقابلة خطيبي وعيلته. عيني غفلت شوية ربع ساعة، ولما جيت افتحها لقيت نفس الراجل اللي شفته في البدروم واقف جنب السرير وعمال يبص عليا بنظراته المريبة. قلت يمكن بيتهيألي، غمضت عينيا وفتحتها تاني وفركت عينيا كذا مرة، لكن الراجل فضل واقف زي ما هو في مكانه مش عايز يتزحزح وعمال يبصلي جامد قوي.
استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقريت آية الكرسي 3 مرات وانا في قمة الرعب والخوف. وفجأة والدي فتح باب الأوضة وشافني في الحالة اللي انا فيها دي، فسألني ايه اللي جرالك، فحكيت له على اللي حصل. فقال لي تلاقيكي بس متوترة من زيارة خطيبك، او عندك مشكلة في الدراسة، او ممكن تكون حالة نفسية او ضغوط نفسية، وقال لي تحصني بالأذكار وان شاء الله هتكوني كويسة. فكلامه ده طمني شوية وخلاني اهدى. بعد ساعة جه خطيبي وعيلته وخرجت عشان اقابلهم، واحنا قاعدين على ترابيزة الاكل عيني جت على الأوضة اللي في وش الصالة وشفت فيها نفس الراجل الغريب واقف وعمال يبصلي. فقررت اني ما اخافش منه، وكنت متحصنه بالاذكار والقران، وقلت اروح اشوف هو عايز مني ايه. نزلت البدروم مكان ما شفته اول مره، معرفش ازاي جات لي الشجاعه اعمل كده، وفضلت انادي وانا بترعش انت مين وعايز مني ايه، لكن محدش رد عليا. فضلت انادي كذا مره لكن ما سمعتش غير صدى صوتي. قلت اكيد والدي كان عنده حق ان انا بشوف هلاوس او اوهام. لسه جاي اخرج من باب البدروم ولقيت نفس الراجل الغريب واقف لي قدام الباب وبيبص بنفس الطريقة الغريبة. حسيت بجسمي كله تلج من الرعب، ما بقتش عارفة اعمل ايه ولا هو ممكن يعمل فيا ايه. رحت صرخت بصوت عالي وقلت في وشه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وفضلت ارددها في وشه كذا مرة لكنه ما اختفاش من قدامي وكان عمال يقرب مني. في اللحظة دي سمعت صوت والدتي وهي بتنادي عليا من فوق. كنت زي المشلولة ومش قادرة اتحرك من مكاني، ولما قرب مني الراجل ده شفت عينيه بكل وضوح. كانت عينيه واسعة وسودة بالكامل، ما كانش فيها اي بياض. وسمعت صوت والدي وهو بيقول لوالدتي يمكن نزلت تحت في البدروم، تعالي ننزل نشوفها تحت. فقلبي ارتاح شوية لما سمعت كده، وقلت اكيد لما والدي ينزل البدروم الراجل ده هيختفي. وبالفعل هو ده اللي حصل. اول ما شفت والدي جريت ناحيته وحضنته جامد وانا خايفة، وقال لي مالك في ايه يا بنتي وايه اللي نزلك هنا. فحكيت له على الشبح ده اللي بيطاردني. فسألني طب انت استعذت بالله من الشيطان الرجيم؟ قلت له ايوه عملت كده واتحصنت، لكنه ما كانش عايز يمشي. فقال لي خلاص بكرة جيب شيخ يقرأ قرآن في البيت ويقرأ كمان عليكي. حسيت بالراحة لكلام والدي وحمدت ربنا انه جالي في الوقت المناسب. خلصنا العشاء وقضينا بقية السهرة بتاعتنا. كلهم في البيت كانوا مبسوطين وبيتكلموا وبيضحكوا مع بعض، ما عدا انا كنت سرحانة وما كنتش بتكلم مع خطيبي كتير. فسأل والدتي لو انا متضايقة من حاجة، فقالت له لا مفيش حاجة يا ابني، هي بس لسه مش واخدة على البيت الجديد. وبعد ما الضيوف مشيوا كبس عليا النوم وقلت اصلي العشاء وانام. وانا نايمة حلمت بنفس الراجل الغريب اللي شفته في البدروم، لكن المرة دي اتكلم معايا وقال لي انا مش هأذيكم طالما انتوا مش بتأذوني، وكل اللي انا طالبه منكم ان احس بالراحة في بيتي وفي اوضتي. يقصد يعني باوضته البدروم، وقال الحاجات القديمة اللي انتوا رامينها عندي في البدروم دي بتزعجني، وارجوكم مش عايز حد منكم ينزل البدروم، وارجوك قولي لوالدك ما يجيبش الشيخ ده يقرأ هنا في البيت، لان لو عمل كده انا مش هسيبك تطلعي من البيت ده وانت سليمة، وهحرق لكم البيت قبل ما الشيخ ده يجي. تاني يوم الصبح لقيت والدي بيدور على رقم الشيخ، فقلت له خلاص ما تتصلش بحد، انت عندك حق يا بابا دي مجرد اوهام. فقال لي ده انت يا بنتي كنت امبارح في حالة ما يعلم بيها الا ربنا. فقلت له لا خلاص انا بقيت كويسة ودي بس مجرد ضغوط نفسية. فقال لي خلاص ماشي مش هكلم الشيخ. وبعد ما والدي نزل من البيت وراح الشغل حكيت لأمي على كل حاجة وعلى الحلم اللي انا شفته، وقلت لها ارجوك ما تنزليش البدروم ده مرة تانية، وهاتي اي حد يشتري العفش القديم اللي مرمي فيه او اتبرعي بيه لناس غلابه. وفعلا شلنا كل حاجه من البدروم ورجعناه تاني فاضي زي اول مره جينا فيه البيت، وقفلناه ومحدش بقى يدخله نهائي. ومن يومها وبقت تحصل حاجات غريبه في البيت، ممكن ادور على حاجه ضايعه مني اتفاجئ انها محطوطه بعد شويه على التسريحه، وممكن انزل من البيت اروح الجامعه ارجع الاقي اوضتي نظيفه ومترتبه ومتروقه. ولما كنت اسال والدتي انت اللي رتبت الاوضه كانت تقول لي لا مش انا اللي رتبتها. بيقول صاحب القصة التالتة حصل معايا بالفعل سنة 2015. احنا شوية شباب شغالين في مطبعة كبيرة وكلنا ساكنين في القاهرة وفي شقة واحدة، وطبعا ظروف السكن من الصعب تلاقي شقة في وسط عمارة مسكونة بالأسر، لأن لو لقيت
مش هنكمل فيها لان عددنا كبير 10 اشخاص، وطبعا لازم نشوف شقة تكون في عمارة فاضية او ما فيهاش عيلة، عشان محدش من السكان يقولك شباب طالعة وشباب نازلة واحنا عندنا بنات وستات، والسكان بتخاف على بناتهم مننا لاننا برضو غرب عنهم وده حقهم. المهم سكننا في عمارة في الشرابية، او الصح يعني هو بيت مش عمارة، وكان البيت ده عبارة عن 4 ادوار وكل دور فيه شقة واحدة. البيت ما كانش ساكن فيه غير شقة واحدة بس في الدور التاني، وساكن فيها اخت صاحب البيت وهي ست كبيرة وجوزها متوفي وعندها والدين كبار في الجامعة. اما بقية الادوار كلها شقق فاضية، واحنا اجرنا الشقة اللي في الدور الرابع اللي هو الدور الاخير. كانت شقة غريبة فعلا، نظيفة ومصروف عليها جامد، تعتبر شقة عريس. والغريب ليه الشقة دي مش مسكونة، والاغرب لما استلمنا الشقة كان في راجل مكواجي كبير تحت، واحنا طالعين كل يوم يبص علينا ويستغرب. كنت باخد بالي منه بس كنت بقول هتلاقيه اول مرة يشوفنا وعادي يعني. ومن هنا بقى بدأ الرعب والغموض اللي ما كنتش فاهمه. اجازتنا كانت كل يوم جمعة، كلنا كنا بنروح عند اهلنا في البلد الخميس بالليل، وبنرجع على الشغل على طول يوم السبت الصبح. وفي يوم خميس قررت ان انا مروحش البلد مع زمايلي، وقلت اقعد يوم الاجازة في الشقة لوحدي. رجعنا من الشغل على الشقة وغيرنا هدومنا، ونزلت مع زمايلي واتمشيت معاهم لحد موقف احمد حلمي وودعتهم، ورجعت لوحدي على الشقة. وانا راجع على الشقة بعد صلاة العشاء ولسه داخل البيت لقيت الراجل المكواجي بينده عليا وقال لي رايح فين؟ قلت له انا ساكن هنا في الدور الرابع في البيت اللي قصادك ده. قال لي ايوه انا عارفك، بس مش النهارده يوم اجازتك؟ قلت له بس انا مش هرجع البلد النهارده. قال لي اتعشيت؟ قلت له ايوه. فلقيته بيقول لي هات هدومك وتعالى بات عندنا النهارده. قلت في بالي ايه الراجل ده، في حاجه مش مظبوطه في كلامه. والغريب انه نده على ابنه مصطفى وقال له ان هبات معاه. طبعا انا شكرته على كده وطلعت فوق على الشقه، وفكرت في كلامه معايا تحت، هو الراجل ده عايز ايه بالظبط؟ من ساعه ما جيت المنطقه هنا وانا شاكك فيه. المهم كبرت دماغي وكبس عليا النوم، قفلت الشقه كويس وبدات انام. كل شويه القى خبط في الصاله، اقوم الاقي الصاله فاضيه، مفيش شباك ولا باب من ابواب الاوض ال3 مفتوحين. برضو كل شويه اقوم من النوم على صوت خبط وملقاش حاجه، والاقي البطانيه متشاله من عليا، وانا من المستحيل ان اعري نفسي وانا نايم. عدت الليله دي على خير، وانا نازل علشان اصلي الجمعه تاني يوم لقيت المكواجي بينده عليا وقال لي اوعى تنام لوحدك تاني في الشقه دي، اللي فيها مش قادر عليكم علشان انتوا عدد، انما لو واحد لوحده بيستفرد بيه. قلت له بسخرية وده يطلع مين ان شاء الله؟ قال لي الاوضه اللي في النص عندك في الشقه مقتول فيها شخص، وكل ما حد يسكن الشقة دي يطفشه، وقبل ما تيجوا تسكنوا فيها كان في عريس وعروسة ما كملوش فيها اسبوع. بيقول صاحب القصة طبعا انا قررت معرفش اي حد من زمايلي الكلام ده علشان ما يخافوش، لاننا لو مشينا من هنا مش هنلاقي مكان تاني نقعد فيه وهنبات في الشارع، فقلت اسكت احسن. وكل يوم كنا نسهر مع بعض نضحك، واخر الليل كنا بننام، وبعد كده تبدأ الحركات والاصوات الغريبة في الشقة. طبعا انا الوحيد اللي عارف اللي فيها وبقيت احس بيها، بس طبعا ما كنتش لوحدي، كان في واحد معانا كان ملبوس واحنا ما نعرفش وبيحس بالحاجات دي يمكن اكتر مني، بس هو ما اتكلمش مع حد خالص ولا حتى انا، علشان ما فيش حد يخاف ونسيب السكن، ومش هنلاقي سكن واحنا كلنا من محافظة المنوفية. في يوم كنا سهرانين وبنهزر وبنضحك، وده اكتر وقت ببقى مبسوط بيه علشان انسى، ومرة واحدة الكلام خدنا وبقينا نتكلم في الجن والعفاريت، وكل واحد مننا بقى يحكي على حاجة مرعبة حصلت معاه. الشخص اللي ملبوس قبل كده قام وما قدرش يكمل القعدة معانا، واتحجج انه راح ينام في الأوضة اللي بينام فيها، والأوضة اللي بينام فيها هي الأوضة اللي في النص اللي المكواجي قال لي عليها كان فيها قتيل. بعد شوية واحد من اللي قاعدين معانا دخل علشان ينام معاه في نفس الأوضة، ولما دخل الأوضة لقى الشخص اللي ملبوس قبل كده ماسك بإيديه الاتنين في رقبته وكأنه كان بيخنق نفسه. جري علينا وفضل يشتم فينا ان الواد اتلبس من كلامنا عن الجن والعفاريت، وطبعا
كله خاف يتحرك. انا جريت على الأوضة، لقيت وشه ده زي لون الدم، احمر بطريقة غريبة قوي. جبت مية وقعدت اقرا عليه قرآن لحد ما هدي شوية، واخدته ونزلنا تحت على القهوة. وقبل ما ننزل وانا بحاول افك ايده من على رقبته، كان بيشاور على الشباك اللي في الأوضة. كان الشباك مفتوح بس ما كانش فيه حد واقف عليه، وهو كان شايف حاجة احنا مش شايفينها. لما نزلنا تحت حكالي وقال لي على كل اللي بيحصل، وانا قلت له انا كمان عارف باللي في الشقة. فقال لي ان اللي في الشقة مش عايزنا فيها. قلت له طب والعمل ايه؟ فقال لي لازم نعرفهم علشان كله ياخد باله. وفعلا حكينا كل حاجة بوضوح، والرعب بقى مسيطر على كل الشباب، لدرجة ان مفيش حد بيطلع لوحده الشقة، وكلنا كنا بنطلع مع بعض كل يوم. اغرب حاجة حصلت في الشقة، قررنا نجيب سماعات صب نشغل عليها قرآن على طول. تخيلوا بعد ما شغلت القرآن بنفسي ودخلت الأوضة قلب أغاني. والله ده اللي حصل بالفعل. انتوا متخيلين؟ ما تتخيلوش كمية الرعب اللي كنا فيها، لحد ما جه اليوم اللي قررت فيه ما روحش الشقة دي تاني. وبعد العصر قلت اروح الم حاجتي من هناك. دخلت اجيب كل شيء يخصني. دخلت وانا مرعوب، جمعت كل حاجة تخصني، وافتكرت الكوتشي بتاعي كان محطوط جنب باب الأوضة من بره. ولسه بوطت اجيب الكوتشي، لقيت باب الأوضة اتفتح ومفيش هوا خالص انه يحرك الباب. بصيت للباب بخوف شديد، مش قادر اتحرك خالص. اخر اوضه من الاوض الباب بتاعها اترزع جامد قوي، وده اللي خلاني جريت. ومن يومها وقررت ما اروحش الشقه دي تاني. بيقول صاحب القصة الرابعة والأخيرة: أنا هحكي لحضرتك قصة حصلت معايا في سنة 2003، أيام ما كنت عسكري في الجيش، وكنت في منطقة في وسط صحراء سيناء وما فيهاش كهرباء، وكنا عايشين على الشموع، وكانت حياة صعبة خالص خصوصا في الصيف. وعمري ما هنسى اللي شفته في الكتيبة دي. الحكاية وما فيها ان انا كنت في الكتيبة شغال في مطبخ الضباط، ومرة جه عندي نقيب وقال لي: يا محمد بعد شوية عايزك تعمل لي كوباية شاي لما اخلص من موضوع العسكري اللي بيقولوا ان راكبه جن. فسألته: هو انت يا باشا هتعرف تخرج الجن منه؟ انت ليك في الحاجات دي؟ قال لي: لا، بس هحاول واشوف، يمكن بيستهبل علشان ينزل اجازة طويلة، مع ان فاضله شهر ويخلص الجيش بتاعه. بس زمايله ابتدوا يشتكوا منه ومن الاصوات الغريبة اللي بتطلع منه، وخصوصا لما بيجوا يصلوا او يقروا قرآن جنبه. في 2 من زمايله هيجوا معاه وهنشوف حكايته ايه. وبيقول صاحب القصة ان العسكري ده قاعد في منطقة عسكرية بعيدة عن الكتيبة اللي انا كنت فيها، والمنطقة دي بتبعد عننا نص ساعة، واسمها جبل سحابة. وفعلا شوية وسمعت صوت ناس دخلت المبيت بتاع الضباط، ومبيت الضباط كان جنب المطبخ اللي انا كنت شغال فيه. حتى المبيت بتاعي انا وزمايلي اللي شغالين معايا كان في المطبخ برضه. فجأة سمعت صوت صريخ العسكري والنقيب كان بيقرأ القرآن. طبعا انا كنت لوحدي وزمايلي الاتنين كانوا في اجازة. بعد شوية قلت اروح اشوف ايه الحكاية. لقيت 2 عساكر شايلين واحد مغمى عليه، ففهمت على طول ان ده العسكري اللي لابسه الجن. رحت عملت الشاي ووديته للنقيب وبسأله: هو الموضوع طلع جد ولا ايه يا باشا؟ رد وقال: باين كده يا محمد، ربنا يستر، سيبني بقى علشان هشرب الشاي وانام شوية. سبته في اوضته ورحت المطبخ. مفيش نص ساعة سمعت صريخ من مبيت الضباط. جريت على هناك، لقيت النقيب عمال يستعيذ بالله من الشيطان، وقعد يلوم نفسه: انا مالي ومال موضوع الجن ده؟ المهم قعدت اهديه واساله وانا مرعوب: ايه يا باشا، انت شفت حاجه ولا ايه؟ قال لي: انا شفت كابوس فظيع، ان في ناس شكلها يخض عايزين يرموني من فوق الجبل، وانا مش قادر امنعهم، وشكلهم كان مخيف جدا. بقيت اهديه لغايه ما غيرنا الموضوع علشان ينسى الكابوس ده. بس النقيب فضل يشوف كوابيس لمده 3 ايام، لدرجه انه طلب اجازه اسبوع عشان يريح اعصابه. وبعدها جه زميل من زمايلي في المطبخ وحكيت له على اللي حصل. قال لي: يا سيدي احنا ناقصين، ملناش دعوه بالقصص دي. المهم بعد ما زميلي جه بيوم وكانت الساعه 8 بالليل، كنت خارج جنب سور الكتيبه علشان ارمي الزباله. ببص من بعيد لقيت جسم غريب طويل لونه اسود بيعمل حركات كانه بيستحمى. لقيت زميلي بينده عليا، بصيت له وسألته: انت عايز حاجة؟ قال لي: تعالى ساعدني بسرعة. ببص تاني للجسم الغريب ده، لقيته اختفى. طبعا انا اترعبت،
بس ما بينتش قدام زميلي، وبقيت اقرا قرآن كتير عشان ما اخافش. وبعد الواقعة دي بيومين زميلي كان بيغسل المواعين وطلب مني اروح الكانتين بتاع الكتيبة اشتري صابون سايل وعصير لينا نشربه، وبالمرة اجيب شمع علشان الضلمة اللي احنا عايشين فيها. ووقتها كانت الساعة معدية 1 بالليل، وانا رايح للكانتين وفي الضلمة لقيت واحد ماشي جنب مني ملامحه مش باينة، بس باين انه لابس مموه زي اي عسكري. بس سلمت عليه وقلت له السلام عليكم، فما ردش عليا. جبت الحاجة من الكانتين ورحت مطبخ الضباط، وانا في طريقي لقيت نفس الشخص ده واقف وكأنه بيراقبني، لدرجة انه خفت وغيرت الاتجاه عشان ما اشوفهوش ولا هو يشوفني. ووصلت والحمد لله لمطبخ الضباط وحكيت لزميلي على اللي حصل، بس برضه ولا كأني بحكي له حاجة ولا مديني اي اهتمام. جه النقيب من اجازته وحكيت له على اللي حصل، بقى ينصحني ان اواظب على الصلاة واقرا قرآن كتير وادعي له، لانه هو ذات نفسه تعب جدا من موضوع انه كان عايز يساعد العسكري اللي راكبه جن، ولولا انه راح لشيخ وقعد يدعي له ويخليه يقرا قرآن وادعية ما كانش هيخلص ابدا من الكوابيس اللي بيشوفها، والحمد لله. ومر الوقت وجه وقت خروج الدفعة وتسليمهم المخلة ويسيبوا الكتيبة، فالعسكري اللي كان راكبه الجن ده راح يسلم على النقيب ويشكره انه وقف جنبه، لانه من ساعتها وهو ابتدى يتحسن وما بقاش يتضايق او يصوت لما يسمع حد بيقرا قرآن، وبقى يواظب على الصلاة وقراءة القرآن. والنقيب قعد يهزقه ويقول له انا بسببك شفت كوابيس وما كنتش عارف انام. والنقيب سأله انت عملت ايه علشان يحصل لك كل ده؟ فالعسكري قال له غلطتي اني استحميت في الخلا، لاني بعدها على طول لا بصلي ولا بطيق حد بيقرا قرآن. وانا لما النقيب حكالي اللي حصل قال لي احمد ربنا انها جت على قد كده، وان العسكري ده بقى كويس وانا وانت والحمد لله بخير. وقال لي انسى بقى مش عايزين نفتكر. لكن انا مهما مر السنين على الموضوع ده عمري ما اقدر انسى اللي حصل. بس ولحد هنا خلصت القصص بتاعت النهاردة. يا رب تكون القصص عجبتكم او الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو القصص عجبتكم او الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولو انتوا جداد هنا في القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في ميعادها. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة وقصص جديدة، واقول لكم مع السلامة.